تعرف ان ريال مدريد اشترى افضل صفقه في تاريخ النادي بقرض من البنك؟ ايوه انت سمعت صح، بقرض من البنك. ريال مدريد من كام يوم كده اعلن بانه اول نادي كره قدم في التاريخ يحقق ايرادات تجاوزت المليار يورو في سنه واحده، ده غير طبعا تحقيقه لصفقه كيليان امبابي، الصفقه اللي كان مستناها نسبه كبيره من جمهور ريال مدريد واللي كلفت النادي 100 مليون يورو، واللي الكل عارفه عن ريال مدريد انه لو دخل في صفقه لازم انه يخلصها مهما كانت ومهما كانت تكلفتها. لكن في 2008 2009 في عز الازمه الاقتصاديه الريال ما كانش النادي القوي ماديا عكس دلوقتي، وكان محتاج التوقيع مع صفقه سوبر يبني عليها فريق، وعلشان بريز يثبت انه رئيس نادي حقيقي كان لازم انه يتمم الصفقه المنتظره باي طريقه. لكن النادي في الوقت ده لا حول له ولا قوه، يعني بالبلدي كده كان على الحميد المجيد، وقرر بريز اللجوء لبنك كاجا مدريد وقدر ياخد منه قرض بقيمه 74 مليون يورو علشان يكمل عليهم عمنا بريز ويتمم التعاقد مع افضل صفقه في تاريخ ريال مدريد وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو. ضربة جول خطيرة يا رونالدو.